بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة يا حبايب قلبي، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقبل ما اقول هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايب قلبي، اهدوني من ايديكم الحلوه دي باحلى لايك، باحلى اشتراك، مع تفعيل زر الجرس يا حبايب قلبي. يومكم كله هادي ونادي مليان علينا وعليكم بالسعاده من عند رب العالمين، قولوا امين. تعملي ايه النهارده يا ست؟ بسيطه. انا هعمل يا حبايب قلبي فطير ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه، بس بطريقة جديدة بقى حلوة كده، بحشواته الحلوة وبحشواته الحادقة والفطير السادة ان شاء الله يا رب. هنعمله بالتسويتين، تسوية في الفرن والتسوية في الطاسة، عشان اللي عايز كده واللي عايز كده يا حبايب قلبي، واللي عايز فطير ايه طاسة، واللي عايز فطير فرنة، واللي عايز فطير سادة ومحشي حلو ومحشي حادق. يلا يا حبايب قلبي نشوف احلى فطير مكوناته ايه. عندي يا حبايب قلبي كيلو دقيق، عندي معلقتين كبار سكر، عندي ربع معلقة صغيرة من الملح، عندي نص معلقة بيكنج باودر، نص فنجان زيت، عندي كوباية لبن، عندي مية حسب العجن يا حبايب قلبي. اللبن اللي مش عايزه خلاص بديله، يبقى العجن بأوله عن اخره بميه. يلا بينا نشوف هنعجن ازاي. انا عندي دي اهو يا حبايب قلبي، هنزل بالسكر وبالملح وبالبيكنج باودر وهقلبهم مع بعض. هنزل بنص فنجان الزيت وهقلب. هنزل دلوقتي يا حبايب قلبي بكوبايه اللبن بتاعتنا. وبعد ما نزلت بمكوناتنا يا حبايب قلبي، هنزل دلوقتي بالميه سنه سنه، الميه تكون دافيه يا حبايب قلبي. وبعد ما عجنت العجينه بتاعتنا هسيبها دلوقتي يا حبايب قلبي تريح نص ساعه. بعد كده اشكلها لكم واوريها لكم. بعد يا حبايب قلبي ما عجينتنا ريحت زي ما قلت لكم، هاجي بقى اكورها كور متساويه. بعد ما كورنا العجينه بتاعتنا يا حبايب قلبي الكور اللي انت عايزاها ودهنت وشها زيت، اسيبها تريح بقى مده ربع ساعه. بعد يا حبايب قلبي ما سبت عجيننا ريح ربع ساعة لما كورته، دلوقتي هنيجي بقى للحشوات. عندنا زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي حشوة حلوة وحشوة حادقة. الحشوة الحادقة عبارة عن مكونات من الخضار بتاعنا. يعني ايه الخضار اللي انت عايزاه. عصقته في معلقة سمنة وشوية زيت يا حبيبة قلبي لحد ما استوى كده وبقى بسم الله ما شاء الله. ادي الحشوة الحادقة بتاعتنا. الحشوة الحلوة بتاعتنا بقى يا حبايب قلبي، استنهزي فرصة ان ايه في بطاطا موجودة في السوق. ادي البطاطا انا جبتها يا حبايب قلبي، سلقتها سلقة كاملة، قشرتها ومسكتها هرستها، وجيت بمعلقة سمنة على النار قلبتها ونزلت بشوية مكسرات. ما عندكيش يبقى خلاص يا حبيبة قلبي، البطاطا مسكرة وحلوة، استنهزي فرصة انها موجودة في السوق. نعمل احلى حشوتين ونشوف يا حبيبة قلبي زي ما قلت لك فطير الطاسة وفطير الفرن. نبدأ دلوقتي بفطير الطاسة يا حبايب قلبي. انا جبت يا حبايب قلبي سمنة على زيت، بصوا هما بدرجة حرارة ايدك يا حبيبة قلبي اهو. اجي بقى كده على الرخامة وانا مسحة الرخامة حلو اهو، احط سمنة على زيت واجيب اول عجينة عندنا. بصوا اهي، ابل بقى ايدي كده اهو، الفطير على طول سمنة على زيت يا حبيبة. بصي بصي بسم الله ما شاء الله، عشان مريحة معانا العجينة اهو. خلي بالك نجاح الفطير يا حبيبة قلبي في انك انت ايه ما بين الطريقة والطريقة، انك انت ايه تريحي اهو. بصوا حط بقى الحشوة بتاعتنا يا حبايب قلبي وافردها كده بسم الله ما شاء الله اهو، واقوم مكورة عجينتنا كده مع طبقة سمنة اهو اهو. اجي اعمل الطبقة التانية بتاعتنا اهو. جبت بقى الفطيرة بتاعتنا الاولانية حبايب قلبي اللي فيها الحشوة، فردت الفطيرة التانية، اجي برضه عليها كده وكل تانية وتانية ادي طبقة سمنة اهو بسم الله. طيب يا حبايب قلبي اجي اجيب برضه كده اهو الطبقة دي اهي، ادهن سمنة طبقة اهي
ومدهنه سمنه. وادي فطيره الطاسه الحادقه يا حبيبه قلبي بالحشوه الحادقه اللي احنا حطيناها فيها. انا بقى كده حطيت في الصينيه بتاعتنا طبقه زيت خفيفه وحطيتها لما تريح خالص. يلا بينا نخش على الايه فطيره الطاسه التانية، بس دي بالحشوه الحلوه. الحشوه بتاعتنا بقى الحلوه حبيبه قلبي، برضو انا جبت فطيرايه وفردتها زي ما انتم ما شايفين. اجي اخد بقى كده اهو معلقه بطاطا اللي انا حاطه عليها سمنه ومكسرات وافردها برضو زي ما انا ما عايزه اهي يا حبايب قلبي. برضو اجيب الطبقة التانية نفس الخطوات بتاعة الفطيرة المحشية بالخضار الحادي، نفس خطوات الفطيرة المحشية بالحاجة الحلوة، نفس دي يا حبايب قلبي. بعد ما خلصنا الفطيرة بتاعتنا المحشية حلو يا حبايب قلبي، نيجي بقى للسادة. بصوا برضو بفرد على قد ما بقدر اهو، وسمنة على طول، سمنة على زيت اهو، وافرد على قد ما اقدر يا حبايب قلبي اهو. بصوا حبايب قلبي اجي بقى برضو اهو كل تطبيقه اهو سمنه وافرد اهو برضو يا حبايب قلبي اهو. جبت بقى اهو برضو كده اهو على طول برضو، واجي برضو للطبقه اللي بعد كده نفس الحكايه. بعد يا حبايب قلبي ما خلصت فطير الطاسه بتاعنا بحشوته الحلوه والحادقه والساده، اسيبه بقى يريح. وانا قلت لكم نجاح الفطير في تريحه. يلا بينا دلوقتي عبال ما فطير الطاسه بتاعنا يريح نعمل فطير اللي هنسويه في قلب الفرن. بص يا حبايب قلبي برضو دهنت سمنه على زيت وافرد اهو على قد ما اقدر اهو. بسم الله ما شاء الله. برضو على طول ايدي في السمنه وفي الزيت طول ما انا ما بفرد. انا دلوقتي يا حبايب قلبي فردت اول طبقه، هفرد بقى تاني طبقه. حطيت يا حبايب قلبي طبقتين فوق بعض، ما بين الطبقه والطبقه على طول سمنه وزيت، واجي بقى الحشوه اهي بسم الله ما شاء الله اقوم حطاها. ادي الطبقتين اللي فيهم الحشوه، وادي طبقيه اهي برضو كده وسمنه واهو. ادي فطيرتنا المحشيه حشو حادق يا حبايب قلبي اهي. انا عملتها من 4 طبقات، 4 طبقات يا حبايب قلبي. اسيبها لما تريح خالص وندخلها الفرن. يلا بينا نعمل نفس الخطوات في الفطيره الحادقه هعملها في الفطيره الحلوه. ادي يا حبايب قلبي الفطيره الحلوه بتاعتنا بنفس خطوات الفطيره الحادقه بتاعتنا. برضه هسيبها تريح في قلب الصاج، لما نيجي نسويها هقول لكم هنفردها ازاي ونحطها على طول دي في الفرن. وادي فطيرنا الساده فردت وحطيت سمنه، واجي بقى اكورها اهو برضو سمنه. يلا نفرد بقى اللي بعد. وانتوا بقى بتفردوا كده يا حبايب قلبي تشدوا الفطير. بصوا عشان سايباه يريح ولا يهمكم التقطيعات دي. انا اهم حاجه عندي اشده كده عشان تبقى الطبقه رقيقه وسمنه. واجيب برضو الكوره اللي انا مكوراها واحطها عليها اها، واكورها برضو كده بسمنه اها. يا حبايبي الفطير اللي هنسويه في الفرن الحادقه والحشوه الحلوه والساده نسيبه برضو يريح قد ايه؟ يريح ربع ساعه. يلا بينا دلوقتي نشوف فطير الطاسه بتاعنا بعد ما ريح واوريه لكم. دي بقى يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم فطير الطاسه بتاعنا اهو بعد ما ريح. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بص يا حبايب قلبي ابططه بقى كده للحجم اللي انا عايزاه اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا ويلا بينا على البوتاجاز. ادي الطاسه يا حبايب قلبي حطيت فيها زيت وسمنه، وانزل بقى بالفطيره بتاعتنا اللي انا فردتها وسبتها تريح شويه. ادي يا حبايب قلبي اهو اسيبه بقى واقوم مغطياه بعد 3 دقايق او دقيقتين كده اقوم بص عليه يا حبايبي. لما قلبته اهو برضو الوش التاني نفس الحكايه دقيقتين واقوم اقلب برضو. بصوا يا حبايب قلبي بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا الله اكبر اهو كده. بقى انا هطلع الفطيره بقى بتاعتي. ادي يا حبايب قلبي الفطير اللي انا هحطه في الفرن بعد ما سيبته برضو ريح. افرده برضو كده اهو، وبعد ما افرده اسيبه يريح 10 دقايق. وفرنه تكون سخنه قوي يا حبايب قلبي، فرنه تكون سخنه. هياخد قد ايه فرنتنا؟ تلت ساعه ان شاء الله. يا حبايب قلبي فطير الطاسه بسم الله ما شاء الله. بصوا القرمشه وبصوا الطريان الله اكبر. بصوا يا حبايب قلبي اهو. يلا بينا اوان نشوف بقى ايه الفطير احنا هنحطه في الفرن. وادي يا حبايب قلبي فطيرنا
اللي عملناه بثلاث وصفات سادة، محشية حلو محشية حادق، عجناها بطريقة سهلة بسيطة بطريقة جديدة. دخلنا في العجينة بتاعتنا كوباية لبن عشان نعزز من القيمة الغذائية بتاعتها يا حبايب قلبي، وتاكلي فطيرة كده متطعمة بكوباية لبن حلوة. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ ادي فطير الطاسة بسم الله ما شاء الله اهو بيتكلم عن نفسه، وادي فطير الفرن يا حبايب قلبي اهو بسم الله ما شاء الله الله اكبر اهو. ادي على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا بسم الله ما شاء الله. ادي اللي في الفرنه اللي محشي يا حبيبه قلبي الحشوه الحلوه اهو، وادي اللي محشي برضو الحشوه الحلوه يا حبيبه قلبي على الطاسه، وادي اللي محشي في الطاسه الحادق، وادي الفرنه الحادق، وادي الساده يا حبيبه قلبي. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر. قومي واعملي يا حبيبه قلبي احلى شويه فطير في الطاسه في الفرنه زي ما انت عايزه، ساده حشوه حلوه حشوه حادقه زي ما انت عايزه يا حبيبه قلبي. ما تكسليش ما تطنشيش بسم الله ما شاء الله. تنفع لاي حاجه، لو انت في وقت مدارس، لو انت في شغلك وعايزه تعملي شويه فطير وتشيليهم في الفريزر وتطلعيهم في اي وقت يا حبيبه قلبي. الف صحه والف هنا على قلوبكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك الاشتراك تفعيل زر الجرس، تشوفوا الفيديو يا حبايب قلبي للنهايه وتقولوا لحبايبكم ولجيرانكم قوموا وشوفوا وشاهدوا الست بسيطه في مطبخ الست بسيطه وبنوتتها سهله وبسيطه وعلى قد ايدينا كلنا يا حبايب قلبي بتكات وحركات الست بسيطه. ما تنسونيش زي ما قلت لكم في الدعوه الحلوه اللي تكبر الخاطر يكبر بخاطركم ربنا، وتقوموا تعملوا احلى شويه فطير المحلات يا حبايب قلبي على طريقه الست بسيطه البسيطه. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعاده من عند رب العالمين. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.